بحكم ان انا بشتغل مع طلبة كتير وبتعامل معاهم، دايما بيجيلي سؤال بيتكرر بصيغ مختلفة كتير جدا. السؤال ده بيبقى: انا مش عارف انا جاي الدنيا ليه، انا مش عارف انا هدفي ايه في الحياة، انا مش عارف انا عايش ليه، انا عايش كده وخلاص. وده بيبقى عليه نتيجة ان الناس دي محبطة جدا ومش عايزة تعمل اي حاجة في حياتها. وانا السؤال ده لما كنت بتسأله كنت يعني ما بقاش عارف ارد اقول ايه، لان انا كنت بسأل نفسي نفس السؤال ده. عشان كده بدأت ادور في الموضوع، وبعد قرايه كتير قوي وان انا اشوف اكتر الناس اللي نجحت في العالم كانت بترد على السؤال ده ازاي، لقيت دايما ان الاجابه بتبقى واحده كده، دايما كليشيه معروف: follow your passion، او امشي ورا شغفك، او امشي ورا الحاجه اللي انت بتحبها، ومهما الناس قالت لك مش هينفع ما تسمع لهمش، وصمم على اللي انت بتحبه واعمله ومهما كانت النتيجه وهتنجح فيه. بعد كده بدأت أقول للناس نفس الإجابة دي واقتنعت بيها، لحد ما في يوم من الأيام قاعد في أمانة الله شفت المشهد ده قدامي. عايش فيه وعبالي ويا فارسي يا عاصي يا خي عنك كل الحكي ويا طيور بالعالي في ايه؟ خلاص يا حبيبي حنوا على حالي يا بعد المشهد ده بدأت كل حاجة تتغير بالنسبة لي، لأن أكيد الناس دي بتحب الغنى أو بتحب الحاجة اللي هم بيعملوها، بس مش معنى إن هم بيحبوها إن ده كفاية. وإن ساعات كتير قوي لما الناس تقول لك بس كفاية مش هينفع، أنت لازم 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 تسمع كلام. بعد كده بدأت أدور في الموضوع تاني، واكتشفت ان فعلا نصيحة ان انت تمشي ورا الحاجة اللي بتحبها دي حاجة حلوة جدا، بس مش كفاية. لازم قبل ما تشوف الحاجة اللي انت بتحبها تعمل حاجتين مهمين جدا جدا. اول حاجة ان انت تبدأ تتعرف على نفسك. انت محتاج تعرف نفسك كويس، نفسك دي اللي هتكمل معاك طول حياتك. محتاج تعرف امكانياتك ايه، انت مميز في ايه، ايه صفات بتاعتك، ايه سمات شخصيتك، هل انت شخص انطوائي، هل انت شخص اجتماعي، هل انت شخص بتحب الابتكار ولا بتحب تمشي على نمط ثابت، هل انت بتحب الحاجات تبقى بعشوائية ولا بتحب كل حاجة بنظام، ايه المواهب اللي عندك، ايه المهارات اللي انت اكتسبتها خلال حياتك. كل دي حاجات انت محتاج تعرفها كويس جدا عن نفسك. طب اعرفها ازاي؟ 3 خطوات. اول خطوة ورقة وقلم، وتبدأ تكتب كل الحاجات اللي انت شايفها في نفسك سواء ايجابية او سلبية. والله انا بعرف اكسب صداقات بسهولة، انا بعرف اتعرف على الناس، انا دمي خفيف، لا انا الحتة دي واقعة عندي، انا ما بعرفش اتكلم قدام ناس، انا شخص عشوائي شوية. اكتب كل حاجة، حاول تصفي كل اللي في دماغك وتطلعه على ورقة وقلم. ما تكتبش حاجة او 2 او 3 او 10 وتسكت، كل حاجة تقدر تكتبها عن نفسك. دي اول خطوة. تاني خطوة ان انت تشوف حد مقرب ليك وتبدأ تسأله: انا ايه الحاجات اللي انا مميز فيها وايه العيوب اللي عندي. لان دايما هيبقى عندك حاجة اسمها بلايند سبوت، او حاجة انت مش عارف تشوفها في نفسك. عارفين الشخص اللي لما تيجي تقول له انت عصبي يقول لك انا عصبي؟ فين يا عم العصبية دي، انا مش عصبي خالص على فكرة. الشخص ده مش بيمثل عليك، هو فعلا مش شايف ان هو عصبي. انت نفس الحكاية، هيبقى عندك حاجات مش شايفها في نفسك، فمحتاج تشوف حد انت متأكد ان هو اتعامل معاك كتير وعارفك كويس وامين وقلبه عليك، وتسأله عن كل حاجة فيك ويبدأ يقول لك ايه مميزاتك وايه عيوبك. تالت حاجة عشان تعرف نفسك حاجة اسمها personality test، ان انت تبدأ تاخد اختبارات في الشخصية. ودي عبارة عن شوية اسئلة كده بتخش تاخدها وتجاوب عليها، بيطلع لك تحليل لشخصيتك. يقول لك في الاخر انت شخص اجتماعي انطوائي، انت اوبن ان انت تجرب حاجات جديدة وبتبقى منفتح على التجارب، ولا انت شخص لا مقفول على نفسك. وكل الحاجات دي في 3 اختبارات: اختبار اسمه ديسك، واختبار اسمه 16 تايب بيرسوناليتي، وفي حاجه اسمها بيج 5 بيرسوناليتيز. هسيب لينكات لكل الاختبارات دي تخشوا تاخدوها. يبقى قلنا اول حاجه محتاج تعملها ان انت تعرف نفسك. تاني حاجه محتاج تعملها ان انت تعرف القيم اللي بتحركك. كل واحد فينا عنده مجموعه قيم هي دي اللي بتحركه في حياته. ممكن يبقى واحد عنده القيمه اللي بتحركه الفلوس، حد تاني النجاح، حد تالت الاهل، حد رابع ان هو القوة او العدل او مساعدة الناس. كل واحد عنده مجموعة قيم مختلفة. علماء النفس بيقولوا ان الشخص اللي بيعيش حياة غير متناسقة مع القيم بتاعته بيعيش حياة تعيسة جدا وما بيبقاش عنده طاقة يعمل اي حاجة. دي اعراض كلنا عارفينها وكلنا مرينا بيها، عشان كده احنا محتاجين نعرف القيم اللي بتحركنا. طب ازاي اعرفها؟ برضو نفس الحكاية، ورقة وقلم، وهبعت لك ويب سايت هسيبه لك تحت في كل القيم اللي موجودة في الدنيا كلها. محتاج ان انت تبدأ تعدي عليهم كده وتشوف ايه القيم اللي فعلا مهمة بالنسبة لك. وتب كده سهلة تساعدك ان انت تعرف القيم دي. ابدأ شوف مين الشخصيات اللي بتلهمك. والله انا اللي بيلهمني مثلا واحد زي بيل جيتس. ابدأ اسأل نفسك ليه. هتلاقي مثلا ان ده شخص غني جدا ويقدر يعمل اي حاجة في اي وقت ويسافر في اي حتة ويسيب شغله ويعمل اللي هو عايزه، فتعرف ان انت اللي بيلهمك الفلوس. والله لا، ده شخص بدأ حاجة من الصفر ونجح وعرف يبقى رقم 1، يبقى القيمة اللي بتلهمك
هي النجاح. ممكن واحده يكون اللي بيلهمها ماذر تريزا مثلا، ودي واحده ساعدت ناس كتير قوي، ساعدت ناس غلابه كتير، فممكن يبقى القيمه اللي عندك او اللي عندك هي مساعده الناس. فابدا اكتشف القيم بتاعتك. دي تاني خطوه. بعد ما عملت الخطوتين دول ابدا بقى ادور على انا بحب ايه بقلب جامد. بس عشان اعرف انا بحب ايه ده موضوع صعب جدا، وده اصعب سؤال في الثلاثه، وممكن ياخد منك سنين طويله جدا، ومحتاج واحد عنده الجرأة وعنده القدرة ان هو ياخد قرارات صعبة عشان يقدر يوصل هو بيحب ايه. طيب محتاج اعمل ايه؟ محتاج اجرب حاجات كتير قوي في حياتي، واتنقل من شغلانه لشغلانه لو انا المكان اللي انا فيه مش عاجبني، بس خليني ذكي وانا بعمل ده. ابدا اشوف انا المكان اللي انا فيه دلوقتي ده مش عاجبني ليه؟ والله عشان مثلا مش بتعامل مع ناس فيه وقاعد مع نفسي في مكتب لوحدي، فلما اروح شغلانه تانية اخليني في شغلانه فيها تعامل مع الناس. طب بدات اتعامل مع الناس، بدات احس ان انا اكتر حاجه بحبها ان انا اعلم واحد حاجه، فابدا واحده واحده اكتشف نفسي. عشان كده بيسموها journey to discover yourself. دي رحله عشان تعرف نفسك، محتاجه ان انت تجرب حاجات كتير. كل ما بدات وانت صغير اكتر كل ما كان احسن. وفي طرق ذكيه كتير جدا عشان تختصر على نفسك وقت. مش هينفع تجرب كل الشغلانات، الحياه مش بتمشي كده. فمن الطرق دي ان انت تقرا كتير جدا، وتقرا عن مجالات مختلفه، وان انت تتعرف على ناس في مجالات مختلفه عن مجالك، وتشوف اللايف ستايل بتاعهم عامل ازاي وحياتهم عامله ازاي، وتسالهم عن شغلهم. طب انتوا بتعملوا ايه؟ ولو قدرت ان انت تنزل معاهم يوم او تجرب تشوف شغلهم وحياتهم عامله ازاي، اعمل ده. وده هيساعدك ان انت تكتشف هل انا احب الحاجه دي ولا في حاجات كتير انا ما اعرفهاش وشايف الصوره من بره ومتهيألي ان انا بحبها وخلاص. فابدا اكتشف. من الطرق كمان اللي تساعدك تكتشف نفسك قوي انك تسافر. عارف ان الناس هتقول لي كتير جدا ان السفر مكلف وهنسافر ازاي؟ لازم تسافر. حتى لو هتشتغل فترة طويلة جدا تحوش عشان تسافر بالفلوس اللي انت حوشتها، اعمل ده. الحياة اوسع واحسن بكتير قوي من ان انت تعيشها في بلد واحدة، خصوصا يعني لو البلد دي هي مصر. انت محتاج تسافر وتشوف حاجات جديدة وتشوف ناس مختلفة وتتعرف على ناس جديدة. كل ده هيساعدك ان انت تكتشف حاجات جديدة فيك. طيب من الخطوات اللي بعد كده ان انت تجرب حاجات عمرك ما جربتها وتبقى منفتح لتجارب جديدة. روح كل حاجة عمرك ما اكلتها، روح مكان عمرك ما زرته، جرب تتعلم هواية او اي حاجة انت عمرك ما تعرفت عنها حاجة قبل كده. اتعلم حاجة جديدة، لغة جديدة، اتعلم ترسم، اتعلم اي حاجة جديدة. كل ده هيساعدك ان انت تكتشف اكتر عن نفسك. بعد ما تعمل الثلاث خطوات دول، تعرف نفسك، تعرف القيم اللي بتحركك، تعرف انت بتحب ايه، تبدأ تدور عن النقطة اللي في النص، النقطة المشتركة اللي بين الثلاث حاجات دول. هي دي النقطة السحرية بالنسبة لك، اللي لو وصلت لها هتعرف ايه هدفك في الحياة فعلا، وايه الحاجة اللي انت محتاج تبقى بتعملها في حياتك. خلي بالك، لان اي نقطة من الثلاث نقط دول لو وقعت هتوقعك جامد. يعني مثلا لو بتعمل حاجة انت بتحبها ومتماشية مع قيمك، بس انت مش شاطر فيها وامكانياتك ما تسمحلكش انك تعملها، هيحصل زي ما حصل مع الناس اللي شفناهم في الاول، وده هيقلب في الاخر باحباط وعمرك ما هتنجح. طب لو انت عملت حاجة انت شاطر فيها ومتماشية مع قيمك بس ما بتحبهاش، حلو جدا، ويعني كتر خيرك ان انت تعمل حاجة زي دي، بس اكيد دي مش احسن حياة تعيشها، وده مش اللي انت عايز توصل له في حياتك. اكيد انت عايز وانت بتنزل الشغل كل يوم تبقى بتعمل حاجة انت بتحبها، خصوصا ان الشغل ده انت بتقضي فيه تقريبا نص يومك، يعني نص حياتك هتروح في الحتة دي. فكل ما كانت بتحبها اكتر كل ما كان احسن لك. طب لو بتعمل حاجة انت بتحبها وشاطر فيها بس مش متماشية مع قيمك، اول حاجة طبعا ده هيسبب لك ضغط نفسي وعبء كبير جدا زي ما قلنا، وعلم النفس وضح النقطة دي. غير كده انت حياتك دي هتتسأل عنها، فانت لو ما بتعملش فيها قيمة وما بتعملش فيها حاجة مفيدة، مجرد حاجة انت بتحبها وشاطر فيها، ده مش كفاية خالص. انت لازم تكون بتضيف قيمة. فلما تجمع الثلاث نقط دول انت مجمع كل الحاجات اللي انت محتاج تبقى بتعملها في حياتك. اخر حاجة هقولها لك ان 99% من الناس عايشة من غير شغف ومن غير هدف ومن غير اي حاجة، ماشيين كده مع التيار وخلاص، وهو ده سبب تعاسة معظم الناس. الشخص اللي بيلاقي الشغف بتاعه وبيلاقي هدفه في الحياة وحاجة بيحبها ومؤمن بيها وبيعرف يعملها، ده شخص الكواليتي بتاعت حياته بتختلف 180 درجة، بتبقى حاجة تانية خالص. وانا متأكد 100% ان كل واحد بيسمعني النهاردة خطر على باله الافكار دي وبدأ يسأل نفسه هو انا عايش ليه؟ هو انا جاي اكل واشرب وانام واتجوز واخلف واموت وبس؟ انا اكيد ليا دور واكيد عايز اعمل حاجة. بس لما كان بيلاقي ان اجابة السؤال دي صعبة وهتاخد وقت ومجهود كان بيكسل، وده اللي معظم الناس بتعمله. فبلاش تكون انت الشخص ده، وابذل المجهود واتعب عشان توصل للحاجة اللي انت عايز تعملها في حياتك وتوصل للهدف بتاعك. واعرف ان انت ربنا مستخلفك، فلازم تعرف انت ايه الدور اللي انت هتأديه بالظبط، وده هيفرق معاك في حياتك جدا.
شكرا.